من الأحاديث الجميلة قوي اللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قالها لنا: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك أما أن يحزيك، وأما أن تبتاع منه، وأما أن تجد منه ريحا طيبا. وأما نافخ الكير أما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثا. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وضح لنا بشكل مبسط جدا إن أي حاجة في حياتك هتأثر عليك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ومهما كنت جامد ومحافظ على قيمك وأخلاقك، بس أنت لو وسط ناس كتير مش بيعملوا ده، فهتيجي في يوم وهتتأثر بيهم. انا امنيه فريحه، والنهارده الحلقه السادسه اللي كنا فيها مع بعض في رحله حلوه قوي في رمضان، وكنا بنتكلم على كذا موضوع، والمواضيع دي كلها كان ليها علاقه بالرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واحنا بناخده قدوه لينا. وحاسه ان جه الوقت ان انا ممكن اقول لك فيه، لو ما عملتش فولو لحد دلوقتي فيا ريت تعمل لي فولو، وممكن كمان لايك وكومنت كده تشجعني بيها، لان تشجيعك هيفرق كتير. قبل ما اتكلم في كل الحاجات اللي انا عايزه اتكلم فيها النهارده، فانا اهم حاجه لازم اقولها لك هي فكره هدف الحلقه بتاع النهارده. وهي مش هدفها الاساسي فكره ان انا اكون بتكلم عن الصاحب الكويس والصاحب اللي مش كويس اللي هو بيأثر علينا في حياتنا، لا، انا حابه اتكلم علينا في حياتنا كلها. ان اي حاجه احنا بنعملها حتى لو كانت عاده صغيره قوي، فهي هتفرق كتير قوي في حياتنا بشكل مباشر او غير مباشر. واهم هدف في حياتنا من وجهه نظري هي ان احنا نكون قريبين من ربنا. وفكره ان انا اكون قريب من ربنا بقلبي مش بعقلي بس، دي حاجه صعبه ومش سهله قوي ان حد فينا يوصل لها. لما جيت ان انا احاول اقرب من ربنا، فلقيت ان انا عشان اقرب من ربنا لازم يكون حواليا في كل حاجه، لازم اكون لمساه وحاساه في كل حاجه بعملها. وحتى لو ما كنتش عارفه اعمل ده، فهدخله في كل الحاجات اليوميه في حياتي، علشان خاطر ان طول الوقت اكون فاكره ربنا. وده هيساعدني جامد قوي في ان انا انتظم في الصلاه، او ان انا وانا بعمل اي فعل في حياتي دايما يكون ربنا قدام عيني، وان انا اكون خايفه من ربنا قبل ما اكون خايفه من البشر. ده بصراحه نفس الحاجه اللي العلم بيقولها لنا واحنا بنحاول ان احنا نبني عاده جديده في حياتنا. كتاب اسمه اتوميك هابتس، الكتاب ده من ضمن النصايح اللي كان بينصحها لنا علشان يبقى عندنا عاده مستمره، هي فكره ان احنا نخلي الحاجه سهله وقدامنا. فطول ما هي قدامنا وطول ما احنا بنفتكرها، طول ما هي هتبقى عاده ثابته في يومنا. فبالتالي لما حاولت ان انا اطبق النصيحه دي في قربي لربنا، اكتشفت ان هي فعلا حاجه افكتيف جدا. لان انا ممكن اكون حاسه جوايا ان انا منتظمه وان انا تمام وكل حاجه حلوه، وان انا روحانيات جوايا حلوه قوي لمده 3 4 اسبوع مثلا ماكسيمم. وبعدين فجأة حسيت ان اتشغلت شوية في الدنيا، بدأت ان انا انزل كتير، فبدأت ان انا الاقي نفسي بصلي بسرعة اكتر. الحاجات اللي انا بحسها في الصلاة دي بدأت تروح مني واحدة ورا التانية، فبسرعة جدا ببدأ ان انا ارجع تاني افكر نفسي بده. ازاي بقى؟ ان انا اروح اسمع حد بحبه بيفكرني بالصلاة او بيفكرني بربنا بشكل عام. فكل الحاجات دي بتسهل علينا حياتنا وبتسهل قربنا من ربنا، اللي بيخلينا ان احنا مرتاحين من جوانا بشكل كبير قوي. بس خلي بالك وانت بتعمل كده، ده مش هيجي في يوم وليلة، هيكون محتاج منك خطوات كتير قوي. وكل ما انت هتعافر وهتجاهد نفسك مره واثنين وثلاثه انك تفكر ربنا، هتكون حاجه ثابته في حياتك. واعتقد ان لو حد فينا وصل ان هو فعلا شايف ربنا في كل فعل وفي كل حركه بيعملها في حياته، قبل ما يكون هيعمل حاجه غلط، او قبل ما يمشي وهيزوغ من الشغل، او هيعمل اي حاجه ممكن ما ترضيش ربنا، لو هو دايما فاكره بقلبه وفاكره بعقله قدام عينه، هنفكر مره واثنين وثلاثه قبل ما نعمل اي حاجه. الحاجة التانية، ويمكن دي من أهم الدروس اللي أنا اتعلمتها في حياتي، هي فكرة إنك متثقش في نفسك وأنت وسط مغريات كتير قوي. وزي ما احنا بنحاول نقرب من ربنا فبنحط كل حاجة حوالينا تقربنا منه، فاحنا الناحية التانية كمان محتاجين نشيل كل حاجة ممكن تكون بتغضب ربنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي شلة صحاب مثلا ما بيصلوش وما بيركعوش، هحاول اقلل على الاقل ان انا انزل معاهم في رمضان، او حتى ان انا انزل لهم بعد ما اكون صليت العشاء والتراويح، فبالتالي انا اكون عملت اللي عليا. لان مهما انت كنت جامد ومهما كان قربك لربنا قوي، فكرة المغريات اللي بتكون حوالينا ساعات كتير قوي بتغرينا. ممكن لو احنا رفضنا مرة او اتنين، بس في التالتة هنضعف، في الرابعة هنضعف، لان كل واحد فينا جواه الخير والشر. كان في حلقة لمصطفى حسني كان بيتكلم فيها على ان احنا كلنا جوانا الخير وجوانا الفجور. فانت جاهز في اي لحظة ان انت تروح لناحية الفجور، ممكن في اي لحظة ان ربنا يحطك في اختبار وتلاقي نفسك غلطت. الناس اللي بتقتل وبتزني وبتعمل وبتغضب ربنا بالكبائر الكبيرة اللي هم بيعملوها في حياتهم، بتبقى لحظة. مش ضروري ان انت تكون عشت ده، انت ممكن تشوفه في الافلام والمسلسلات. في الحاجات دي كلها بتبقى مجرد مشهد عبارة عن كام ثانية، هو اللي بيشقلب حياة البطل او البطلة، من بعد ما هما كانوا ماشيين حياة مستقيمة وهادية وكيوت، لفجأة بقى في حياة تانية مختلفة 180 درجة، علشان خاطر معصية صغيرة قد كده عملوها، بس هي كبيرة من الكبائر خلت ربنا يغضب علينا.
ولو رجعنا بقى للحديث اللي قلناه في اول الحلقه، هي فكره ان احنا اي حاجه طيبه هتكون بتنتشر حوالينا، واي حاجه خبيثه فهي كذلك هتنتشر برضو حوالينا. فبلاش ان انت تكون بتحوط نفسك باي حاجه ممكن تكون خبيثه، سواء من افعال او من الفاظ او اي حاجه ممكن تكون بتغضب ربنا. وكمان بلاش تكون بتحكم على الناس اللي بتغلط، لان انت ما عشتش الظروف بتاعتهم. فكره الناس اللي اتولدت اصلا في بيئه ما فيهاش اي حاجه طيبه، فصعب قوي ان هم يعرفوا يخرجوا من ده. فبلاش تكون بتبص على بنت او على ولد بيعملوا حاجه غلط وتبقى شايف ايه ده، بص 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 بتعمل ايه، انا مش فاهم بجد التربيه دي، انا مش فاهم بجد، مش عارفه الناس دي عامله كده ليه. هي الناس دي عامله كده علشان خاطر هما ما شافوش حاجه طيبه، وانت لو كنت مكانهم احتمال كبير قوي تكون اوحش منهم. فاحمد ربنا ان انت في المكان ده، احمد ربنا ان ربنا ما حطكش في الظروف دي، ما حطكش في الاختبار الصعب قوي ده. احنا كويسين وطيبين علشان خاطر احنا لحد النهارده ما اتحطناش في اختبار صعب قوي يكون بيفرق فعلا ما بين الخير والشر. احنا بندعي ربنا طول الوقت ان يا رب ابعد عننا اي شر وابعد عننا كل الاختبارات دي، لان احنا على فكره ضعاف قوي. فما يغركش كل الاعمال الكويسه اللي انت ممكن تكون عملتها طول حياتك، لان انت ممكن كل ده يضيع في لحظه ضعف. تاني وتالت ورابع، انا مش بتكلم في دين، انا بتكلم في ظروف انسانيه، حاجات ممكن اكون عشتها او شفتها في الناس اللي حواليا. في ناس بتكون في ظروف معينه، في سن معين، في كونديشنز معينه، في حاجات كتير قوي بتخليها ان هي تقول طب ليه لا، طب ما اجرب، طب ما اعمل الحاجه دي، ايه اللي هيحصل يعني. وبعد ما كانت بتقول مستحيل اعمل كده، مستحيل اقلع الحجاب، باختلاف شويه شعور وتغيرات حواليها وشويه ناس محيطه بيها محسساها ان ده الطبيعي وان ده العادي، ففجاه لقت نفسها بتعمل المستحيل ده وفعلا قلعت الحجاب. وغيره من الحاجات الكتير اللي احنا بنضعف قوي قصادها وقصاد كل المغريات والحاجات الكتيره اللي في حياتنا. لو كان الفيديو عجبك وحابب ان انت تشجعني، فما تنساش تعمل لي فولو ولايك وكومنت علشان خاطر ده هيفرق معايا كتير قوي. شكرا ليك.